هلا والله. شلونكم يا جماعة؟ اليوم عندي لكم قصة صارت بالكويت، وصدقوني اللي صار فيها مو طبيعي أبد. قصة فيها جرأة وفيها مواقف غريبة. ويمكن أول مرة تسمعون شي بهالشكل. خلونا نبدأ من اللحظة اللي كل شي فيها انقلب. فجأة كنت واقفة بالممر داخل البيت، والجو كان هدوء غريب، وفجأة شفت موقف ما كنت أتوقعه أبد، لدرجة أني وقفت مكاني وما عرفت حتى شلون أتصرف. التفت عليه وقلت له بنبرة مستغربة: أينما كنت أتوقع منك توصل هالمرحلة، شنو اللي قاعد يصير معك؟ لف علي وهو متوتر وقال: شلون يعني؟ شقصتج بالكلام هذا؟ قلت له وأنا أطلعه بنظرة فيها عتب: أقصد إنك كبرت، صرت رجال مو طفل، ولازم تتحمل مسؤولية نفسك وحياتك. تنهد وقال وهو يحاول يهرب من الكلام: لا لا، توا بدري على هالحكي، أنا للحين صغير وأبي أعيش حياتي. ابتسمت بسخرية خفيفة وقلت: واضح، اللي شفته قبل شوي ما يدل إنك صغير أبد. هني بدأ يتوتر أكثر وقرب شوي وقال بصوت واطي: بس تكفين، لا تقولين حق أحد، لا أهلي ولا أبوي ولا أمي، اللي شفتيه يضل بينا. وقف لحظة وكأنه مو عارف شلون يكمل، وبعدين قال: أنا صراحة مستحي منك وايد. ضحكت بخفة وقلت له: مستحي؟ بعد كل اللي صار تقول مستحي؟ وسكت شوي، وبعدين غيرت الموضوع فجأة وقلت: أنا أبي منك طلب. استغرب وقال بسرعة: آمري، شتبين؟ قلت له بشكل مباشر: أبي فلوس. انصدم وقال: فلوس؟ شلون يعني؟ أنا أصلاً أخذ مصروفي. قاطعته وقلت: يسمعني زين، خلني أشرح لك الموضوع من البداية. جلست على الكنبة وكنت أتكلم بهدوء بس بنبرة فيها شيء من الجدية: أنت تدري أني أغلب وقتي قاعدة بروحي؟ وقفت شوي وبعدين كملت: زوجي دايم مسافر، شغله يخليه بين منطقة ومنطقة، مرة بالكويت ومرة برا، وأيام طويلة ما أشوفه. كان واقف يسمع، واضح عليه الاستغراب من طريقة كلامي. قلت له: البيت كبير والوقت أطول، والوحدة صارت شيء يومي بالنسبة لي. رفع حاجبه وقال: يعني شتبين توصلين له؟ نظرت فيه مباشرة وقلت: أبيك تكون موجود بشكل دائم. استغرب أكثر وقال: شلون يعني موجود؟ مو فاهم. تنهدت وقلت: لا تسوي نفسك مو فاهم، أنت فاهم قصدي زين. قعد جنبي وهو للحين مو مستوعب وقال: والله مو فاهم، وضحي أكثر. قلت له وأنا أتكلم بثقة: أبيك تجي تقعد معاي بشكل مستمر، نطلع، نسولف، نقضي وقت. أبي أحد يملأ الفراغ اللي أنا عايشته. سكت وملامحه تغيرت بالكامل. كان واضح عليه الصدمة، مو متوقع أتكلم بهالطريقة أبد. قاعد يطالعني وكأنه مو مصدق اللي يسمعه، خصوصاً إنه العلاقة بينا كانت رسمية طول الوقت. القصة مو بس موقف عابر. القصة تبدأ من وحدة عايشة حياة شكلها طبيعي من برا، بس من داخلها كل شيء كان ناقص. أنا وحدة مثل أي وحدة كنت أتمنى أعيش حياة زوجية طبيعية، فيها اهتمام، فيها سوالف، فيها وقت مشترك، بس الواقع كان غير. زوجي مهندس وشغله ما يرحم، دايما مشغول، دايما مسافر، ومشاريع من مكان لمكان، مرات يختفي بالأسبوع ومرات أكثر، وأنا أغلب وقتي قاعدة بروحي بهالبيت الكبير. ومع مرور الأيام الموضوع ما كان سهل أبد. هو بصراحة وصلت لمرحلة مليت فيها بشكل مو طبيعي من القعدة بروحي. البيت صار كأنه فاضي حتى وهو مليان، والوقت يمر ببطء غريب. كنت كل مرة أحاول أفتح موضوع مهم مع زوجي، أقول له: ليش ما نفكر نكون عائلة؟ أبي يكون في أحد معي يخفف هالوحدة. بس كان دايم يتهرب من الموضوع، يضحك ويقول:
لا الحين مو وقته، خلينا نعيش حياتنا براحتنا، ليش مستعجلة؟ كنت أستغرب من رده وأرد عليه: نعيش شلون وأنا أصلا ما أشوفك؟ لا قاعدة ولا طلعة. بس كان دايم يقلب الموضوع لمزاح أو يسكره بدون نقاش. ومرة من المرات وأنا متضايقة قلت له بشكل مباشر: ولا يمكن لأنك مجرب قبل، فما يفرق معاك الموضوع. هني تغير فجأة، سكت وقام بدون ما يرد وطلع من البيت. طلع من البيت. ومن بعدها عرفت إن الموضوع هذا حساس عنده، لأنه كان متزوج قبل وحياته القديمة كانت معقدة. بس بنفس الوقت هذا ما كان يغير شيء بالنسبة لي. أنا كنت بحياة مو بس انتظار، الوضع صار يتكرر، هو يسافر وأنا أقعد بروحي أيام وأحياناً أسابيع، لدرجة أني صرت أدور أي أحد يقعد معي بالبيت بس عشان أكسر هالهدوء القاتل. مرات كنت أتصل على قرايبنا وأقول لهم: تعالوا أقعدوا عندي كم يوم، البيت كبير وما أحب أقعد بروحي. وفي يوم كانوا عندي أهل من العائلة، كان الجو عادي جداً بالبداية، لين فجأة واحدة من قريباتي قالت لي: ترى عندي طلب وإن شاء الله ما ترفضينه. قلت لها: آمري، إيش تبين؟ قالت وهي تضحك: ودي أحد من العيال يقعد عندج فترة، لأنه صراحة تعبني بطلباته وحركته الزايدة. استغربت وقلت: لهالدرجة؟ خليه يعيش شبابه شوي. ردت بسرعة: لا لا، الموضوع زايد عن حده، جربيها عندج كم يوم وبتفهمين قصدي. ابتسمت وقلت لها بنوع من المزاح: الزين خليه يجي، يمكن يونسني ويغير الجو. وبالفعل ما طولت مسكت جوالي واتصلت عليه مباشرة وقلت له: أبيك تمر علي، عندي موضوع مهم أبي أكلمك فيه. رد علي باستغراب: خير إن شاء الله. قلت له: تعال وبعدين أقول لك، ما تأخر. خلال وقت قصير كان واقف عند الباب، فتحته له وكان واضح عليه الفضول، مو عارف شنو الموضوع. دخل وقعد وقال لي: ها، شو السالفة؟ خوفتيني شوي. نظرت فيه وقلت له بهدوء: أنت تدري إني أغلب وقتي قاعدة بروحي وزوجي دايم مسافر. هز راسه وقال: إي أدري. كملت كلامي وأنا تعبت من هالوضع. وقف لحظة وبعدين قال: طيب. نظرت فيه مباشرة وقلت: أبيك تكون موجود هالفترة معاي. سكت فجأة، والصمت اللي صار بعدها كان كفيل يغير كل شيء، لأن ردة فعله هالمرة ما كانت مثل ما توقعت أبد. واللي قاله بعدها قلب الموضوع بالكامل. نظرته وقلت له بنبرة فيها شوية عصبية: لا تسوي نفسك مفاهم، أنت فاهم قصدي عدل. رفع حواجبه وقال: والله مفاهم، وضحي أكثر. نهيت وبعدين قلت له بشكل مباشر: أي بيك تجي تقعد؟ أنا عندي هالفترة بشكل مستمر. سكت شوي وكأنه يستوعب الكلام، فقلت أكمل بسرعة: ترى حتى أهلك ما عندهم مشكلة، وانطلب مني إني أكلمك بالموضوع. استغرب وقال: يعني هم موافقين بعد؟ هزيت راسي وقلت: إيه، وأنا بعد أبي هالشي. أنت تدري إني بروحي أغلب الوقت والبيت فاضي. وبديت أعطيه تفاصيل أكثر عشان أقنعه: شوف، بجهز لك غرفة خاصة وكل اللي تحتاجه بيكون موجود، الأكل اللي تحبه راح أجيبه لك، وإذا تبي نت سريع ولا راحتك كل شيء متوفر. وقف يفكر لحظة وبعدين ابتسم وقال: يعني كل هالمميزات وأقول لا؟ مستحيل. وضحك وقال: خلاص، من باجر الصبح أكون عندج. وبالفعل ثاني يوم كنت توي صاحية من النوم وفجأة جرس الباب دق. فتحت الباب ولقيته واقف شايل شنطة كبيرة وكأنه ناوي يقعد مدة طويلة. ابتسمت وقلت له: شكل الموضوع عاجبك وايد. ضحك ودخل وكان واضح أهدي عليه الحماس. دخلت البيت ووريته الغرفة اللي جهزتها له. كنت مرتبة كل شيء: سرير، مكتب، إنترنت،
حتى تفاصيل بسيطة تخليه يرتاح. دخل الغرفة وقعد يطالع حواليه بانبهار وقال: صج مجهزة كل شيء. قلت له: أكيد، أبيك ترتاح. مرت الساعات بسرعة وهو بدأ يتأقلم على الوضع بشكل غريب. أي شيء يطلبه أوفره له، الأكل اللي يحبه أطلب أو أسويها بإيدي، حتى أبسط التفاصيل كنت أحرص تكون موجودة. بعدها دخلت عليه وقلت: يلا خلص أمورك وتعالى نفطر سوا. قعدنا نفطر وكان الجو هادي بالبداية، بس كان في شيء غريب، إحساس إن الوضع قاعد يتغير شوي شوي. بعد الفطور قلت له: أنا بنزل السوق أجيب أغراض، تعال معاي. رد بسرعة وهو ماسك جواله: لا، أنا بقعد شوي بالبيت، أبي أرتاح وأقعد على النت. قلت له: تمام، براحتك. وطلعت من البيت مستعجلة. وأنا بالطريق فجأة تذكرت نسيت ورقة الطلبات وحتى الفلوس. رجعت بسرعة وكنت مستعجلة أبي أدخل وأخذهم وأطلع. فتحت الباب بهدوء ودخلت بدون ما أسوي صوت، وفجأة سمعته يتكلم بالتليفون. وقفت مكاني وصرت أمشي على أطراف رجولي أحاول أسمع. كان صوته واطي بس واضح إنه يتكلم بموضوع مهم. قربت أكثر وقلبي بدأ يدق بسرعة، لأن نبرة صوته ما كانت طبيعية أبد. واللي سمعته منه في المكالمة خلاني أندم إني خليته يدخل بيتي من الأساس. وقفت وأنا أسمع وانصدمت. كان قاعد يكلم واحدة بالفيديو، واضح بينهم علاقة قوية ويتكلمون وكأن الموضوع عادي جدا. وفجأة البنت سكرت بسرعة، واضح إن أحد دخل عليها. هو انقلب حاله وعصب بشكل مو طبيعي، وقعد يدق عليها مرة ثانية ويقول: ليش سكرتي فجأة؟ شنو هذا؟ ردت عليه وهي مرتبكة: غصب عني، أمي دخلت علي فجأة، ما قدرت أكمل. قال لها بعصبية: طيب دقي علي بعدين نكمل كلامنا. بس رفضت وقالت: ما أقدر الحين، الوضع مو مناسب. وسكرت. بهاللحظة دخلت عليه فجأة، قلت له بنبرة قوية: شنو اللي قاعد تسويه؟ انصدم والتفت بسرعة وقال: ها، أنتي رجعتي؟ قلت له: إيه رجعتي، بس واضح إني رجعت بوقت مو عاجبك. ارتبك وقال: لا لا، مو قصدي. قاطعته وقلت: أنا سمعت وشفت كل شيء. سكت وملامحه تغيرت وقال: معقول شفتي كل شيء؟ هزيت راسي وقلت: إيه، كل شيء. نزل راسه وقال بسرعة: تكفين، لا تقولين حق أحد، لا أهلي ولا غيرهم. كان واضح عليه الخوف، مو من اللي سواه لكن من العواقب. وقفت لحظة أفكر وبعدين قلت له بهدوء: لا تخاف، ما راح أقول حق أحد، بس بشرط. رفع راسه بسرعة وقال: قولي أي شيء. قلت له: تسمع كلامي بالحرف. من هاللحظة قررت أتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة، مو صراخ، مو مشاكل، لكن حل جذري. شفت إن المشكلة مو بس تصرف، المشكلة إنه ضايع ويحتاج طريق واضح. كلمت أهله بعدها بيومين وقلت لهم بشكل صريح: الولد كبر ولازم يتحمل مسؤولية نفسه. وقعدنا نتكلم ونفكر بحل يناسبه، لين وصلنا لقرار إنه يبدأ حياة جديدة بشكل جدي. وبالفعل بدينا ندور له على بنت مناسبة، وخلال فترة مو طويلة لقينا بنت طيبة ومن عائلة محترمة. وتم الموضوع بسرعة، الزواج تم والولد تغير بشكل واضح، صار أهدى، أكثر مسؤولية وبدأ يعتمد على نفسه. أما أنا رجعت لنفس المكان، نفس البيت، نفس الهدوء، بس هالمرة الهدوء كان أثقل. كنت أدري إني سويت الصح، بس بنفس الوقت رجعت لنقطة البداية الوحدة. والحين أنا قاعدة أعيش
نفس الروتين ونفس الفراغ، بس الفرق الوحيد إني فقدت الشخص الوحيد اللي كان يغير يومي. برأيكم اللي سويته كان صح؟ ولا كان المفروض أتصرف بطريقة ثانية؟ إذا القصة عجبتكم لا تنسون اللايك واشتركوا بالقناة، لأنه الجاي أقوى بإذن الله. وشاركوني آراءكم بالتعليقات. حابة أقرأ كل شيء تكتبونه.